الحضور الكريم، تحية لكل المغاربة اللي كيستمعوا لنا الآن واللي حاضرين، تحية كذلك الإخوة اللي ما قدروش يحضروا. أتتفاجؤون لصحفي ينزل إلى الميدان وينغرس داخل الميدان ويلقي كلمة، وأنا قلتها دائما في عدد من المحطات. أنا بكل تواضع أسست لأسلوب صحفي. أنا عندي صفة حقوقية، وعندي صفة ديال المواطن، وعندي كذلك صفة ديال صحفي. بمعنى آخر، أين مصلحتي أنا؟ يقول واحد خويا أنت صحفي أش دخلك؟ أو لا أنت صحفي أش جابك للريافة، أنت عربي، عدد من الأشياء. احنا كنقول لهم القاسم المشترك بيني وبين هاد الناس أولا الوطن، كنعيشوا في وطن واحد، ونهار تعداو على هاد الناس غتعداو عليا وعلى ولادي. أكلت يوم أكل الثور الأبيض. إذا ها المصلحة الأولى، مصلحة وطن واحد في سبيل بالوحدة والتضامن نبغينا يكون يكون، بالوحدة والتضامن نبغينا يكون يكون، بالوحدة والتضامن نبغينا يكون يكون. وهناك وحدة الإنسانية. أنا بشر وهادو بشر وناصر الزفزافي بشر، ننتمي جميعا إلى شي حاجة سميتها الإنسانية. فلا يعقل نشوف بلاد كيتعذب وكيتكرفسوا عليه ونسكت. كتجمعنا كذلك الرابطة الأخلاقية والرابطة الحقوقية وجميع الروابط. أتدخل الآن كذلك بحافز آخر، حافز حتى ديني. يكتم دولة الإسلام من رأى منكم منكرا فليغيره، فإن لم يستطع، هادو لا استطاعوا بيديهم. كاين اللي ما استطاعش راه الحاسوب بلسانه، وكاين اللي راه الحاسوب وخايف عاف قلبه، وكاين اللي لا قلبه لا والو كيتسناها غير تياكل الثمار. البشر أنواع الحمد لله. هادو الشرفة البلاد، هادو الثمرات البلاد، كاين الناس اللي ما ساعدتهمش يدوروا فيديو. فمن رأى منكم منكرا، دابا وضحوا معايا واش حنا مسلمين ولا لا؟ من رأى منكم منكرا فليغير. واش كاين شي منكر اكثر من واحد الشخص باغي تيقول لك الدولة بغيت الخبز، الدولة بغيت المدرسة، جيتي انت الفقيه لوزارة الأوقاف كتقول له انت اللي بغيتي الخبز، انت قاتل، انت مجرم، انت باغي الفتنة، انت خايب، انت خانز، انت موسخ، جالس كتسب فيه في الجامع. شنو بغيتي داك الشخص يدير له؟ وانت عندك القانون الجنائي المغربي الماده 125 والماده 124 القانون الجنائي واضحه. حالة الدفاع عن النفس تكون دفاع مشروع. القانون المغربي ماشي بوليساريو، قانون ديال الدولة المغربية، حق الدفاع عن النفس. ناصر الزفزافي كان يدافع عن نفسه أمام الطغيان، أمام جبروت وزارة تستبلد الوعي ديال الشعب المغربي. كيما تقول انت يا المفتي ويا الشفار وجالس كتسب فيا وانا بقى جالس كندير لك امين السلفي امين ونخرج. اش كيقول الاسلام؟ الشر بالشر والبادي اظلم والخير بالخير والبادي اكرم. فين هي العداله؟ شكون اللي جبد اهل الريف؟ شكون راود الفتنه في المغرب من غير الدوله المغربيه؟ الدوله المغربيه مسؤوله على هادشي اللي كيوقع اليوم، وحنا مستعدين للشهاده وما خضرمونا والله لا سيناتكم يدينا وتتأخرون والله لا سبيناكم مسالمين وحضاريين، ولكن سجل يا تاريخ، سجل يا تاريخ ملحمة الريف، سجل يا تاريخ ملحمة الشعب المغربي. يعني زال الغطاء وانكشفت زي الشعارات، اعتقلوا الزفزافي والزفزافيون، ولكن الحقيقة قد ظهرت للقاسي والداني. فتحيا الزفزافي، ها خرافة الوحدة، ما كاين لا شعار لا انتقال ديمقراطي لا اعتصام مصالحه لا والو. كاين الالتفاف، كاين الالتفاف والتريقيل على بنادم وبيع الوهم، واللي بغى حقه يسموه بغى الفتنه، واللي بغى يعيش مزيان يسمى خايف. اش كيقول القانون الجنائي المغربي جريمه التمييز؟ يجلسوا عندي 4 المصلين، المصلي الاول صاحب الخشيبات، لان بعض الناس ما يفهموش الدوله. هذا مصلي، هذا مصلي، هذا مصلي، هذا مصلي. اعتبر انا هذا هو المصلي جالس حدايا الفتيت. هذا الوزير اللي جالس حيدو الفتيت جالس حدايا يعقوب الوالي، هنا جالس الزفزافي وهنا جالس جلول. بعض المصلين انا كنخطب، ملي كنخطب كنقول شتي هذا الفتيت هذا الجلول وهذا راهم خايبين وقتاله وباغيين يديروا الفتنه، كيتلقاو التمويلات والفتنه. اذا انا ملي كنصلي راه كنغم اليعقوبي وكنغم الفتيت وكنعتدي على جلول وعلى الزفزافي. اذا في الوحيات ديال المساجد صراع للملك محمد السادس صيفة اللجنه،
واش كاين شي عباد اكثر من هذا تصيفطوا لجنه تحل المشاكل وفي نفس الوقت تصيفطوا الفتيله الشعب العافيه في الجوامع؟ يعني عندي 4 المصلين والحياد ديال الامام، جريمه التمييز اللي كيعاقب عليها القانون من عام حتى 5 سنين، من الشهر حتى العامين. فين هي جريمه التمييز؟ يا راه جريمه التمييز فين هو الصهر على القانون واحترامه في الدوله المغربيه؟ يلا واش هاد الناس سخنوا راسهم؟ واش حنا عندنا من علاقه بهاد الريافه؟ يلا شي مصالح ماديه كنهضر. ايوا الحق حق، انا غنشوف الناس الريافه راسهم سخون، انا الاول غنخرج نقول لا اله الا الله، ولكن ما بانليش. بان لي بوليسي ديك المره الفيديو كيهرس الاناره كيطفي الضوء والكاميرا كتوثق، بان لي مواطن كذلك تيضرب بالحجر، عادي فعل ورد الفعل. البارح بان لي بشر هاجم على الدار. ايوا علاش كتحقروا فقط على كتبغوا تبينوا غير صوره وحده؟ ماذا يقول ملك البلاد؟ المغاربه عندي سواسيه. محمد السادس ملك البلاد اللي انا كنقولها وحنا كنحترمو بصرف النظر، هذه قناعتي انا الشخصيه. المغاربه عندي سواسيه. فين هي المغاربه؟ الملك سلطه قضائيه. وعلاش الامام سمحتوا له يدير الاجراء والزفزافي اللي انتشر الدفاع طبيعي ينجو اي واحد ولا مجرم؟ وفين هي المغاربه عندي سواسيه خويا؟ وفين هي مصداقيه الدوله دابا؟ دابا شوفوا الملك كيف يساء اليه. انا ما نقولش الملك راه هابط كذا وقال الوكيل العام الو، لا كنهضر مع الدوله، ولكن كاينه مخابرات هي كتصنت دابا. ما تقولوا ليش راه ما كاينش علاقه بين المخابرات والديوان الملكي، وغتستحمرونا. اذا انتم كتعرفوا الديوان الملكي كتوصلوا التقارير، واش كتوصل هذا فؤاد عين الهمه ولا هذا المجيدي ولا كتطلع هاد ديال ياسر ولا كدوز هذا الملك ولا ما كدوش، هادشي ما عندناش معطيات. ولكن هل هذا يسقط مسؤوليه الدوله السياسيه؟ هل يسقط مسؤوليه الملك مع احترامنا له؟ لو اعترض دابا في العراق عمر بن الخطاب لا سئل عنها عمر، وكيقول ابو بكر الصديق يا قوم اني قد وليت عليكم فان احسنت فاعينوني وان اسات فقوموني. يا قوم ابو بكر الصديق، ابو بكر الصديق هذا ابو بكر الصديق، يا قوم اني قد وليت عليكم فان احسنت فاعينوني وان اسات فقوموني. الكمال لله والاعوجاج بالطبيعه البشريه عادي. الشعب المغربي شعب مسالم طيب، علاش ديروا فينا هذا الرعب وهذا الجزاء؟ كل عام تتكافسوا لنا علينا. اشبعنا الام، شبعنا حقوق الشعب المغربي، شبعنا هكذا خريبه. عيب الله عليكم، عيب الله عليكم. خذوا البحوره، خذوا الوسخ الدنيا، ولكن وقروا حقوق الناس وحريه الناس وامنهم وسكينتهم. طلعت تاكل الكرموس، لا نسى شكون اللي قالها لك. الدوله هي اللي كتخلق شروط الجريمه، وفي نفس الوقت كتشد المجرم وتقول له انت شفاط. وفر لي ناكل ونشرب، ساويني في الحقوق. علاش انت تاخذ مني 7000 ريال ارض الدوله؟ علاش؟ انا شتي وزير الداخليه سقيني نستناو باراكسو، دخل الجامع ببرغسو. وزير الداخليه اللي صيفطو الملك يحل المشكل هو براسو خدا ارض الدوله 7000 ريال. هاد البوليسي اللي كيصور فيا ها هو مرحبا بحقك بشغل. هاد الموظف مسكين دابا شاد التليفون تيضرب تماره. علاش شحال كيتخلص هذا؟ وهذا راه غير خدام عنده خديمه مع احترام له، واخا يدير اللي دار شغلو هذاك. ولكن تصوروا الوظيفه كلنا الزفزافي يا مخزن حداري، وكلنا الزفزافي يا مخزن حداري، وكلنا الزفزافي يا مخزن حداري، وكلنا الزفزافي يا مخزن حداري. اخوان، مطالب الريف مطالب عادله يشهد عليها الله ويشهد عليها التاريخ واحرار العالم. والزفزافي ورفاقه رفعوا رؤوسكم عاليه، من حقهم تفتخروا. حنا كنقولوا كلمه واحده الاخيره، شنو هي المغاربه؟ انا ملي كنطول بحال هكا كقاضي، واخا انا عندي الصفه كنتامل كندير حكم بين الحراك الريف والدوله. شنو كنلقى هنا شنو كنلقاو؟ علاش كنطول في الدوله المغربيه؟ كيبان لي الشيت عنده متر ب 7000 ريال في ارض كتسوج بالمليون خداها غير في الزريه طرق واحد، ودريس اش قال خدا ارضو والوالي وحصاد وزير التربيه. ها واحد كنولي نطول بحال هكا كنلقى البرلماني عنده 4 المليون وعنده الايباد، عنده التليفون، عنده البطاقه ديال التران، عنده المعاشات، عنده كلشي مفطحين. اش كيدير هذا البرلماني؟ مسؤوليتي امام الله وامام المحاكم. علاش تعطي اخويا 4 المليون؟ علاش؟ شنو واش كيدير؟ شنو هو وظيفته للوطن؟ عطيك 4 المليون، تليفون، لاكارت، واخ نزيدو هذه اواني الفضيه. واش كاين شي دوله سميتها الاواني الفضيه؟ يا المغاربه اسمعوا، الاواني الفضيه. الوزاره كياخذ شي حاجه سميتها الاواني الفضيه 5000 درهم كل شهر،
وتقول الريافه راكم بغيتوا الفتنه كتلقاو التمويل ماشي التمويل. الشعب فين مشات؟ موازين الحفلات. فلوس 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 الشعب فين مشات؟ موازين الحفلات. هاد التران وغنقول لكم كلمه خوتي مزيان، كلكم سمعتوا وفد وزاري مشى. انا قلتها في الحلقات وغنعاودها هنا ميدانيا، ولا كنت غلط انا نقدر نكون غلط، غير شرحوا لي. الا بغيتي تصالح مع واحد الشخص شنو كدير له؟ واحد جارك حياتك كلها وانت معاه في المحاكم، تعتذر له، تصيفط له تبغي تتزوج منه، لكن شي وصل قدام دارو تشطبوا له شي نهار كتعطي واحد الاشارات باغي تصالح. هاد المغرب، هاد الدوله المغربيه اللي صيفطت وفد وزاري، عطيوني شنو دارت باش نقولوا شكال من الريف. صيفطتي لي في السيت نشوف فيه شنو صيفطتي لي اخلوش على زين فعايلو، على زين تاريخه، على زين محسن فكري. واش هذاك ما مسؤولش على قطاع الصيد؟ الشخص اللي تطحن في الكاميون الا ما استقلش وزير الفلاحه والصيد البحري، شكون يستقل؟ وزير الدفاع الالماني اتهموه كلمه عنده في الاطروحه. الناس اللي عندها العفه والشرف استقل. هنا الجوع والوسخ والكرسي، العبوديه، بنادم مدلول ما عندوش كرامه، ما عندوش الكرامه، ما عندوش والله ما عندهم الكرامه. انا تقول لي واحد خاينه تطحن في الزبل كمشرف على القطاع، اسمح لي عندي مسؤوليه سياسيه واخلاقيه وادبيه، ما عنديش مسؤوليه جنائيه، ما عنديش مسؤوليه ماديه، ولكن اخلاقيا. محسن ما تمقتل خزن هو المسؤول. محسن ما تمقتل خزن هو المسؤول. محسن ما تمقتل اكو الريف حراك المشروع، ما كنتفقوش مع العنف اللي يمارسوه المواطنين، ولو الدوله تمارس العنف واتقوا وصوروا وخلي التاريخ يشهد. ما كنتفقوا يقدر يمارس المواطن العنف، يقدر المواطن المغربي يشد الفلوس من الخارج. حتى هذه الا كنتو واحد البيان الوكيل عام واحد خرج بعد انا شايف الطريق. انا نقول لك ممكن، انا ضد ان التمويل يجي من الخارج، انا ضد، ولكن هذه الحياه، التاريخ البشريه كتكون حركات شي كيشد شي المشكل انت علاش خليتي البشر يلجا لشي حاجه؟ والحاكم تنتمي دير التنميه المدرسيه، انتم شادين الفلوس هنا، انتم كتضحكوا على الشعب المغربي. اواني موازين، واش حنا بلاد موازين؟ يا المجرمين ما تحسوا ما تعرقوا، مجرمين. موازين دي مغنيه ب 700 مليون، شكون اللي يقبل مغنيه دي 700 مليون؟ وشكون اللي يقول اش كنربحوا منها؟ زعما المغرب هنا، المغرب معروف، المغرب معروف، دير عقصيه ديال الطعام فيها شي 4 كيلومتر المغرب في الشهر ولا بغيتي. شنو معنى تجيب لي انت يا موازين 700 مليون والمعطلين جالسين يتفاسخوا والريافه جالسين كياكلوا العصا؟ والريف النغمة تحية لكم. والريف النغمة المخزن والريف النغمة. كلمة أخيرة الإخوان، أقول لكم واحد الفكرة. حنا راه ماشي راسنا سخون، ولكن والله ما كنخافوا، والله من الظالمين ما كنخافوا. راه تعياو ديروا معانا، حنا كنحبوا الوطن، كنحبوا الدولة بالمؤسسات ديالها، ولكن الله لا دوزنا الحقرة. والله انا صحفي لا بعت الوهم للشعب المغربي، والله لا شاركت في جريمه ضد الشعب المغربي، والله لا شاركت مهما كانت الكلفه. واليوم الدنيا وغدا الاخره، وفين بال انا سيادي وماتوا سيادي رجال ابطال، وانا غا حشره ماتوا مفكرين وعظام وضحاو الدنيا من اجل تخلعوني بالدنيا. غادا دومي طاكسي ظلموش، اللهم نموت راجل حر ما شاركت في الجريمه. 5000 درهم نبيع عليها ضميري بعد الناس، مليون نبيع عليه ضميري. بنادم على كيموت من الدنيا مخلوع، كل عاد خبيزه كل الربيع، وكيك حي شحر، اي شحر ما تظلمش ما تاديش، ولكن حشومه تلقى بنادم 4 المليون والوزير كيشد 10 المليون. اي وزير الى سلام من الوزاره كياخذ الراتب ديال 10 شهور. هذه جريمه كاين شي دوله عباد الله؟ واش كاين شي دوله فيها الوزاره كيشدوا المعاشات والبرلمانيين؟ شنو اللي كيمنع على الملك ياخذ قرار في هذا المستوى؟ حبس عين المعاشات.